فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن ذا الذي يدعو ويرجو الآثم؟ وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك وحسن ظني ثم أني مسلم. وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك وحسن ظني ثم أني مسلم. فأحسن الظن بربك سبحانه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فأحسن الظن برب كريم رحيم ودود لطيف، يغفر اليوم لأهل الموقف ويتجلى على أمة الحبيب محمد. ما أشرفك يا أمة محمد، ما أطهرك يا أمة محمد، ما أكرمك يا أمة محمد. كانت ولا زالت وستظل خير أمة وأطهر أمة وأشرف أمة، مع الذنوب نعم، مع التقصير نعم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. أتريدون أن تسووا بين فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى وبين موحد ساجد يبكي لربه يقول سبحان ربي الأعلى؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا ورب الكعبة، أمة النبي المصطفى تتقلب في فضل الله ونعمه، تنتقل من موسم طاعة إلى موسم طاعة، ومن أيام خير وبركة إلى أيام خير وبركة. ولم لا؟ وقد وعد ربنا حبيبنا المصطفى ألا يخزيه في هذه الأمة أبدا. ففي صحيح مسلم أنه بأبي وأمي وروحي قرأ يوما قول الله في إبراهيم إن تعذبهم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول الله في عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى الرحمة المهداة، بكى النعمة المستاه، وقال اللهم أمتي أمتي. فقال الله الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون يا جبريل انزل إلى محمد فسله ما الذي يبكيه. فنزل جبريل إلى الحبيب النبي وقال ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ قال اللهم أمتي أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى الملك الجليل وقال يقول اللهم أمتي أمتي. فقال الله لجبريل انزل إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. لا ينبغي أن نجرد الأمة من خيريتها ومكانتها لمجرد أنها تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف، فلطالما مرت بكثير من مراحل العز والنصر والتمكين. وربنا جل وعلا يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومن أعظم صور الفضل والمن ما أنتم فيه الآن يا أبناء أمة محمد، ما أنتم فيه الآن من خير، ما تلبستم به الآن من طاعة. هذه صورة من أرق صور الرحمة بهذه الأمة، هذه صورة من أعظم صور فضل الله على أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. فوالله ثم والله ما كرمت الأمة إلا كرامة من الله لحبيبه ومصطفاه، إلا تكريما من الله لسيدنا رسول الله، لأنها الأمة الوحيدة الآن على ظهر الأرض التي حققت مراد الله من خلقه، التي حققت الغاية التي من أجلها خلق السماوات والأرض والجنة والنار، ألا وهي التوحيد. فالأمة التي توحد ربها وتؤمن الآن بنبيها محمد بل وبجميع إخوانه من النبيين والمرسلين هي أمة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، ائذنوا لي واسمحوا لي أن أقول بأعلى الصوت وملء الفم في هذا اليوم قدم النبي حلا لمشكلات البشرية في خطبته العصماء في كلمات قليلة. نعم،
أزعم ذلك بصوت مرتفع، وأود لو أسمعت اليوم علماء بل حكام العالم، وددت لو أسمعت اليوم حكام العالم الذين اجتمعوا بالأمس القريب في فرنسا في هذا المؤتمر العالمي الذي اجتمع فيه القادة لسد جوع العالم، لإنقاذ العالم من شقائه الذي يعيش فيه، من هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة. أمريكا تتعرض الآن لأزمة اقتصادية، أوروبا بالكامل تتعرض الآن لأزمة اقتصادية، بل وهنالك دول على شفا الإفلاس، وأنتم تتابعون ثلث العالم الآن يشعر بالجوع. بل آخر إحصائية 1 من كل 15 في أمريكا تحت خط الفقر، 1 من كل 15 فردا في أمريكا يعيشون الآن تحت خط الفقر. أنا أقول ها هو محمد، أقول ذلك ورأسي تعانق كواكب الجوزاء، ها هو محمد صلى الله عليه وسلم، إمام الهدى ومصباح الدجى، سيد البشرية ورسول الإنسانية، يقدم للعالم كله وللبشرية جمعاء، يقدم لها حلا في كل جوانب الحياة في كلمات نبوية قليلة. فهو أفصح من نطق بالضاد وأبلغ من تكلم باللغة، صاحب القلب والعقل الموصول بالله، يقدم للبشرية التي تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء وهي في الحقيقة تملك كل شيء، لكنها حين ابتعدت عن محمد بن عبد الله فقدت كل شيء. يا حجاج بيت الله، اسمعوا مني هذه الكلمات واحفظوها: الحياة البشرية كلها من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد الحبيب رسول الله. أسألكم بالله تدبروا مني هذه الكلمات مرة ثانية: الحياة البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد رسول الله. قال جل علاه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إنه الضنك التي تعيش فيه البشرية الآن، تلك البشرية التي انحرفت عن منهج الله وعن منهج رسول الله. ها هو سيدنا رسول الله يركب ناقته القصواء في هذا اليوم المبارك في العام 10 بعد الهجرة، منذ أكثر من 14 قرنا، تضرب له القبة بنمرة وينزل بها حتى زاغت الشمس، فأمر بالقصواء فرحلت له، فركب القصواء ناقته ونزل إلى بطن الوادي، فخطب الناس خطبته العصماء، إنها أبلغ خطبة عرفها أهل الأرض. فماذا قال الحبيب؟ أقدم هذا الدواء للبشرية وأقدمه لمصر التي تتخبط الآن في الفوضى، أقدم لها العلاج وأقدم لها الدواء، أقدمه للمسؤولين في مصر. أسأل الله أن يعينهم، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر من كل فتنة ومن كل محنة ومن كل مكروه ومن كل سوء. اسمع ماذا قال الحبيب. قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية أبي بكرة في الصحيحين، وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. ثم قال بأبي وأمي وروحي فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم قال بعد ذلك وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله عز وجل. ثم قال للصحابة وأنتم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت. فرفع السبابة إلى السماء بعدما أشار بها إلى أصحابه وقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. ائتوني بمشكلة على وجه الأرض الآن، هل تتعدى الدماء؟ هل تتعدى الأموال؟ هل تتعدى الأعراض؟ ها هو رسول الله يبين العلاج. حرمة الدماء، حرمة الأموال، حرمة الأعراض، حرمة الدماء التي صارت أرخص من التراب. انتشرت البلطجة في بلدنا وصار الدم أرخص من التراب. هؤلاء لا يردعهم قانون ولا يردعهم شرع. هؤلاء لو أنصتوا للنبي محمد وعلموا أن الدماء لها حرمة عظيمة، لأن الله واهب الحياة وليس من حق أي أحد أن يستبيح هذا الحق أو أن ينتهك حماه. لذا قال جل علاه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أناشد وأخاطب الآن من يستحلون الدماء على أرض مصرنا الغالية، أناشد الآن من يستحلون الأموال الحرام الذين لم يتعلموا درسا واحدا، فهم يرون من حصلوا المليارات الآن يقبعون في السجون والمعتقلات، ما استفادوا بشيء. وهؤلاء الذين خرجوا ليروعوا أمن الآمنين، الذين خرجوا ليروعوا آباءنا وأمهاتنا وبناتنا وأولادنا وشبابنا ويسرقوا نساءنا وبناتنا في الشوارع والطرقات، تعلموا الدرس وما استفادوا ولا درسا واحدا من هذه الأحداث التي تحول الفساق الفجار إلى زهاد عباد. لو قرأوا الدرس واستفادوا العظة وأخذوا العبرة إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. لكن هؤلاء لا يحملون في قلوبهم ذرة من رجاء ولا شيئا من خوف، ومع ذلك لا أفقد الأمل. أخاطبهم الآن، ربما يستمعون إلي في مثل هذا اليوم المبارك على شاشات التلفاز، ربما يسمع بعضهم هذه الكلمات، وأقول له اعلم بأنه لا يوجد في القرآن الكريم كله وعيد أبشع ولا أشنع من وعيد من سفك الدماء وانتهك حرمة وحق الحياة. تدبروا معي الآية مرة ثانية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اسمع، فجزاؤه جهنم، سلم يا رب، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اسمعوا الآية مرة ثالثة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول سيدنا رسول الله كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، اسمع، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما
وكان ابن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. يا من تستحلون الدماء في مصر، يا من تستحلون الدماء في سوريا، يا من تستحلون الدماء في ليبيا، يا من تستحلون الدماء في اليمن، يا من تستحلون دماء المسلمين رخيصة في كل مكان. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. بل روى النسائي بسند صحيح من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. ربما يقول لقائل: هذه دماء المسلمين فقط. لا، بل دماء المسلمين محرمة، ودماء غير المسلمين من النصارى الذين يعيشون بين أظهرنا نحن المسلمين في بلدنا أيضا محرمة. لا يحل لنا أبدا أن نتعدى على دماء النصارى في بلادنا، ولا يحل لهم أبدا أن يتعدوا على دماء المسلمين في بلادنا. فالدماء لها حرمة سواء كانت للمسلم أو لغير المسلم. اسمع للنبي محمد وارفع رأسك لتعانق كواكب الجوزاء أنك منتسب إلى خير أمة وإلى أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا رسول الله. روى البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه أي أعطاه الأمان، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. اسمعوا الحديث مرة ثانية ولتسمع الدنيا كلها ولتسمع لمحمد بن عبد الله: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. ومن دخل بلادنا بعهد أو بأمان وهو ما يسمى الآن بتأشيرة الدخول فدماؤه أيضا محرمة. لا يجوز أن نستحل دمه ولا يجوز أن نقتله ولو كان كافرا أصليا، له حق، هذا ديننا. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بل في الصحيحين في يوم فتح مكة جاءت أم هانئ أخت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لتقول لسيدنا رسول الله: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته. لقد أجارت أم هانئ أخت علي رضي الله عنهما رجلا من المشركين، وفي رواية يقال له ابن هبيرة. فماذا قال الرحمة المهداة؟ قال لها: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. المهم الدماء لها حرمة. ماذا لو أنصتت الأمة الآن إلى رسول الله وحقنت الدماء؟ والله لحلت مشاكل الأرض. الدماء والأعراض والأموال. الأموال حرام، الأموال التي انتهكت حرمتها واستبيحت بأبشع صور الاستباحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يوم لا يجوز أن نتشفى فيه في أحد، ولا يجوز أن نشمت فيه بأحد، إنما نقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لا بد من القصاص العادل بلا ظلم، بلا تشف، بلا حقد، بلا حسد. لا بد أن يسترد أصحاب الحقوق أموالهم وحقوقهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الله يحرم أن نأكل المال الحرام، ونبينا يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة:
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، صدقوني أنا لا أعلم زمنا مر على مصر انتهكت فيه الأعراض كما نعيش في هذه الأيام. الشعار المرفوع الآن: الشعب يخون كل الشعب، الشعب يريد إسقاط الشعب. تتهم كل مؤسساتنا في مصر، بل ويتهم كل شريف فاضل الآن في مصر، والإعلام من الإعلام. ويسألونك عن الإعلام قل هو أذى. أقصد إعلام الإثارة، أقصد إعلام الضجيج، أقصد الإعلام الذي يشكك في الشرفاء والأطهار ويشكك في كل مؤسسات الدولة، وكأنه لم يعد في مصر الآن إلا من أفسدوا في الأرض وفي كل جانب من جوانب الحياة. الأعراض لها حرمة، اعلم بأن كل كلمة تتلفظ بها ستسأل عنها، قد تنال بها رضوان الله أو تنال بها سخط الله. اقرأ قول الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتدبر قول الحبيب رسول الله في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. يا حجاج بيت الله الحرام، إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، وتصبح الجماعة وتمسي وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. ولا أنسى أن سيد الرجال في هذا الموقف يبين كرامة المرأة وقيمة المرأة، فها هي المرأة عندنا في الإسلام مكرمة، وليس كما يردد الببغاوات في بلاد المسلمين أن المرأة مهانة، وأن المرأة مظلومة، وأن المرأة رئة معطلة، وأن المرأة شق مهملة، وأن البيت سجن مؤبد، وأن الزوج سجان قاهر، وأن المرأة ما أخذت حقها في دين الله. كلا كلا، انظروا إلى المرأة في بلاد الغرب سترونها سلعة رخيصة مباحة يتلهى ويستمتع بها، وهي في غاية الحسن والشباب والنضارة، ثم يرمى بها في البيت أو في إحدى دور العجائز والمسنين لا يلتفت إليها. لكن الأمة والزوجة والبنت عندنا مكرمة. كرم الإسلام المرأة أما، وكرم الإسلام المرأة زوجة، وكرم الإسلام المرأة طفلة صغيرة. لقد بكيت وأنا أطوف حول بيت الله الحرام حين قال مؤذن بيت الله الحرام: الصلاة على الطفلة. وإذ بي أرى كثيرا من الطائفين يوقفون الطواف حول بيت الملك للصلاة على طفلة. هل انتبهت لهذه القيمة؟ هل التفت لهذه القيمة الغالية؟ يتوقف الطواف حول بيت الملك لنصلي على طفلة صغيرة. نعم، يقول الحبيب: من عال جاريتين أي ابنتين صغيرتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. والحديث رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وفي لفظ كن له حجابا من النار. والحديث رواه البخاري من حديث عائشة. بل وكرمها الإسلام زوجة، فقال: اتقوا الله في النساء
فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وكرمها الإسلام أما. فقال صلى الله عليه وسلم حين سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. لا تلتفتوا إلى هذه الدعاوى الرخيصة التي تريد أن تجعل من المرأة قضية في بلاد المسلمين. المرأة عندنا مكرمة، فهي أمي وزوجي وابنتي وأختي وعمتي وخالتي. إن كانت تشكل نصف المجتمع بنفسها فهي تمنح المجتمع المسلم نصفه الآخر. يا حرة يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا، من أهلي، لمن نسبي، للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي، لمن حبي، لمن عملي، لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. ثم قال وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله. لو عادت الأمة إلى كتاب الله، لو امتثلت الأمر واجتنبت النهي ووقفت عند الحد ورددت مع السابقين الأولين الذين تحولوا بكتاب الله من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. لو رددت الأمة معهم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم مصر، وكيف تنسى مصر في هذا الموقف المهيب؟ مصر تتعرض الآن لمحنة ولأزمة حقيقية ولفتن شديدة. اسمحوا لي في عجالة حتى لا أشق على حضراتكم أكثر من ذلك، أقول إن أخطر فتنة وأعظم محنة تتعرض لها مصرنا الآن هي الفتنة الطائفية. وأعداؤنا يريدون أن يحرقوا مصر بإشعال نار الفتنة الطائفية. وأنا ذكرت مرارا وعلى جبل عرفات حيث الصدق لا مجاملة لأحد ولا محسوبية لأحد. والله لا أجد في قلبي إلا ربي جل وعلا، والله لا أجد في قلبي إلا ربي جل وعلا. أقولها لله. أقول يا عقلاء المسلمين ويا عقلاء النصارى في مصر، لا تسمحوا للسفهاء من المسلمين والنصارى أن يغرقوا سفينة المجتمع أو أن يحرقوا مصر. خذوا على أيدي السفهاء، لأننا جميعا كمسلمين ونصارى نركب سفينة واحدة. إن غرقت غرق الجميع، وإن نجت نجى الجميع. أكررها من على صعيد عرفات: لا تتركوا مصر للسفهاء، للسفهاء، لأصحاب الأجندات الواضحة الخارجية والداخلية. لا ينبغي أن تقزم مصر. مصر القامة، مصر القيمة، مصر وصية رسول الله محمد. لا تتركوها لهذه الفئة القليلة. لا ينبغي أن تختزل مصر بعلمائها وعقلائها. لا ينبغي أن تختزل مصر القامة والقيمة في هذه القلة التي تعمل لأجندات واضحة. لم يعد ينطلي الأمر إلا على السذج والرعاع. لا ينبغي أن تترك بلدنا لأولئك الذين يريدون أن يحرقوا البلد وأن يدمروا الأخضر واليابس وأن يحرموا البلد من هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها وتفضل بها على مصر. الفتنة الطائفية أخطر فتنة، وأرى الآن فتنة جديدة حاولوا إشعالها بعد الثورة بقليل لكن لم يوفقوا، لكني أرى نارها يحاول البعض أن ينفخ فيها الآن، ألا وهي الفتنة بين الصوفية والسلفية وبين التيارات الإسلامية.
إنني أحذر من الصراع الإسلامي، فهذه فتنة لا تقل خطرا عن الفتنة الطائفية على الإطلاق. الصراع الإسلامي، السلفي الإخواني، السلفي الإخواني الصوفي، السلفي الإخواني التبليغي، أنصار السنة الجمعية الشرعية، لا ينبغي على الإطلاق أن نتشرذم وأن نتهارج. فلنترك الأنا التي تضخمت في قلوبنا. أريد أن أسمع واحدا في مصر يتكلم لله ثم لمصلحة الوطن والبلد، لا لمصلحة الحزب ولا لمصلحة الجماعة ولا لمصلحته الشخصية. نريد من يتقدمون الآن، نريد المتجردين، نريد الصادقين، نريد المخلصين الذين يعملون لله ثم لمصلحة هذا البلد الغالي، البلد الحبيب، البلد الذي يسكن حبه في قلب كل محب للنبي محمد، لأن الذي أوصى بمصر هو رسول الله. قال: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. يا من تحب رسول الله أحسن إلى مصر، يا من تحب رسول الله أحسن إلى أهل مصر. فمصر بلد أبي، بلد زكي. مصر من يحكمها كأنه يحكم الأمة، كما قال عمرو بن العاص: ولاية مصر تعدل الخلافة. مصر بلد الأولياء، مصر بلد الأتقياء، مصر بلد الأصفياء، مصر بلد الجود والعطاء، مصر بلد الكرم والوفاء، مصر التي ما أصيبت بالبخل قط، مصر التي ما أصيبت بأزمة الجبن أبدا، بل كانت وستظل إن شاء الله صخرة عاتية تتحطم عليها كل السيوف وكل الرماح التي تريد أن تنال من كنانة الله جل وعلا في أرضه. فحافظوا عليها واحرصوا عليها، احذروا هذه الفتن، احذروا هذه الفتن. ثم أنا أحذر من فتنة ثالثة خطيرة لا تقل خطرا على الفتنتين الأوليين، ألا وهي فتنة كسر الجيش الذي ما خان. وأنا أقولها لله على عرفات: لو وقع جيشنا في الخيانة لكانت مصر برك دماء وأكوام أشلاء. فلماذا يريد الآن هؤلاء أن يخونوا الجيش وأن يتهموا الجيش بالخيانة لتتحول بلدنا إلى فوضى لا يعلم خطرها إلا الله؟ والله أقسم بالله على صعيد عرفات، والله ثم والله، لو كسر الجيش كما كسروا الشرطة والله لن يأمن واحد منا في مصر على نفسه في حجرة نومه، والله لن يأمن على نفسه. لا أقول على مصنعه ولا أقول على ماله ولا أقول على امرأته وأولاده، بل لن يأمن على نفسه في حجرة نومه. لا تسمحوا لأحد أن يحطم الجيش وأن يكسر الجيش. فلننصح للمجلس العسكري، فلننصح بأدب، فلننصح بحكمة. لا ينبغي أن نخون الجميع ولا ينبغي أن نتهم الجميع وأن نحكم على الجميع بالتواطؤ والخيانة. كسروا الشرطة، فما الذي جنته البلد؟ انفلات أمني مروع، اختطاف في وضح النهار، اغتصاب في وضح النهار. وأحذر أيضا من فتنة ضرب القضاء واتهام القضاء كله والقضاة جميعا بالخيانة والكذب، فهذا مخطط خطير أيها الأفاضل. لا ينبغي أبدا للعقلاء في مصر أن يسمحوا لهذا المخطط أن ينفذ أو أن يتم. وها أنا ذا أذكر أيضا أهل المال، أهل الغنى، أهل الفضل، وأقول لهم: هذا يومكم. مصر تحتاج إلى عطائكم، مصر تحتاج إلى فضل الله عليكم الآن. لماذا لا يفكر الآن كل واحد أن يكفل 100 أسرة على الأقل؟ أقسم بالله لو خرجت ثورة الجياع في مصر مع هذا الانفلات الأمني لن تبقى في مصر باقية.
قدموا لهؤلاء الفقراء فليكفل كل غني 100 أسرة، لأن الأمن منفلت، ولو خرج هؤلاء ما أخرجهم إلا الجوع ستكون كارثة. أيها الأفاضل، هذه كلمات مكلوم وآهات مجروح. أشهد الله ما خرجت في صعيد عرفات إلا ابتغاء وجه رب الأرض والسماوات. أسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم ول مصر خيارها ولا تولي أمور مصر شرارها. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا واهد أولادنا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الموقف العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اختم لنا يوم عرفات برضوانك، واجعل مآلنا يا رب إلى جنانك. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك المصطفى، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك المصطفى. اللهم أكرمنا ولا تهنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تردنا جميعا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. إلهنا إلهنا إلهنا، من نقصد اليوم وأنت المقصود، ومن نسأل اليوم وأنت الرب المعبود، وإلى من نرفع اليوم أكف الضراعة يا سيدي وأنت صاحب الكرم والجود. اللهم جد علينا بمغفرتك، وجد علينا بعفوك، وجد علينا برضوانك، وجد علينا برضوانك، وجد علينا بمغفرتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.